كرة القدم هي لعبة جماعية تعتمد على التعاون بين اللاعبين وتوزيعهم في مراكز مختلفة على الملعب. لكل مركز دور خاص يساهم في الأداء الكلي للفريق وتحديد استراتيجيات اللعب. يمكن تقسيم مراكز اللاعبين في كرة القدم إلى 4 أقسام رئيسية: حارس المرمى، الدفاع، الوسط والهجوم. سنتناول في هذا المقال دور كل مركز وأهميته في تكوين فريق قوي ومتماسك. الرقم الواحد: حارس المرمى. يعد حارس المرمى المركز الوحيد الذي يسمح له باستخدام يديه، وذلك داخل منطقة الجزاء فقط. دوره الرئيسي هو حماية المرمى ومنع الكرة من دخول الشباك. حارس المرمى يجب أن يتمتع بقدرة عالية على التركيز وردود فعل سريعة لتحليل الموقف والتصرف بسرعة، كما يحتاج الحارس إلى التواصل الجيد مع زملائه في الدفاع لتنظيم الخط الخلفي وضبط التمركز. الخط الدفاعي يتكون من عدة مراكز تشمل قلب الدفاع، الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، وفي بعض الأحيان يتم تضمين مدافع ثالث كقلب دفاع إضافي. تختلف أدوار هؤلاء اللاعبين بحسب مكانهم. قلب الدفاع يتواجد في وسط خط الدفاع ويعد من بين أهم اللاعبين في منع هجمات الفريق الخصم. يتطلب هذا المركز لاعبين ذوي بنية جسدية قوية وقدرة على التنبؤ بتحركات المهاجمين، كما أن التواصل مع حارس المرمى واللاعبين الآخرين مهم لتنظيم الدفاع. الظهيرين الأيمن والأيسر يقومان بتغطية الأطراف ويساهمان في الهجمات المرتدة عبر التمريرات العرضية من الجناحين. يحتاج اللاعبون في هذا المركز إلى السرعة والقدرة على قطع الكرات العرضية، بالإضافة إلى مهارات هجومية مثل التمرير الجيد وإرسال الكرات العرضية. الوسط. اللاعبون في خط الوسط يمتلكون دورا مركبا في الدفاع والهجوم على حد سواء، ويمكن تقسيمهم إلى 3 مراكز رئيسية. الوسط المدافع يتمركز بين الدفاع والوسط ويعرف بأنه المحور أو الارتكاز. دوره الأساسي هو قطع الهجمات وتوفير الحماية للدفاع. يجب أن يتمتع بقدرة على قراءة المباراة والسيطرة على الكرات والتمرير بدقة لبدء الهجمات. الوسط المهاجم يتواجد بالقرب من المهاجمين، ودوره هو خلق الفرص وتوفير التمريرات الحاسمة. يجب أن يتمتع هذا اللاعب بمهارات فنية عالية وقدرة على المراوغة والتصويب على المرمى. الوسط المحوري يعتبر الرابط بين الدفاع والهجوم، ويقوم بدور استراتيجي في تنسيق اللعب وتحويل الكرة من الدفاع للهجوم بسلاسة. الرابع: الهجوم. اللاعبون في خط الهجوم مهمتهم الرئيسية تسجيل الأهداف، ويمكن تقسيمهم إلى: رأس الحربة هو اللاعب الأقرب إلى مرمى الخصم، وغالباً يكون متمركزاً داخل منطقة الجزاء للتعامل مع الكرات العرضية أو التمريرات القصيرة. يحتاج رأس الحربة إلى قوة بدنية ومهارات فردية عالية، بالإضافة إلى قدرته على التسجيل في مساحات ضيقة. المهاجم الثاني أو المهاجم المتحرك يتحرك خارج منطقة الجزاء لخلق مساحات وتوفير الدعم لرأس الحربة. يلعب دورا تكتيكيا في خلخلة دفاع الخصم وجذب المدافعين لفتح المجال لبقية اللاعبين. بفضل التنوع الكبير في الأدوار والمهارات المطلوبة لكل مركز، تتطلب كرة القدم تكاملا وتعاونا مستمرا بين جميع اللاعبين. فهم مراكز اللعب يتيح للمدربين تطوير استراتيجيات فعالة، كما يمكن للاعبين تحسين أدائهم عبر التركيز على متطلبات مركزهم.